يا اهلا ومراحب بجد، وحشني بجد. مش عارف انت ليه مش واخد بالك ان في مايك جديد قدامي؟ يعني ليه مش عامل حساب الكتله دي يا اسطى؟ بص يا اسطى، الموضوع بقى كويس. انا مش عارف، شايف العلامه دي هي خضرة ولا هي مش باينه اصلا؟ ده انا شايف حاجه غيرها. شايف الخضرة دي؟ عارف انت ليه ما كنتش سامعني؟ لان هي الخضرة دي لما تلمسها تاتش كده احمر بيحصل ايه يا زميلي؟ استنى بس هقول لك. ماشي كده، بص تحسوا في صباع كفته. المهم انا كنت خايف اكون دوست على التاتش ده. المايك ده جاي لنا من شركه فاي فاين. شكرا بجد يعني، والله ولا اعلان ولا اي كلام. هم قالوا خد يا باشا البتاع ده اهو، جربوا وشوف قول للناس. فبجد ما اعرفش التجربه ايه، اقسم بالله ما اعرف. انا هسجل دلوقتي وزي ما هتطلع هتشوفوها تسمعوها. غير كده ما كنتش اعرف ان المايكات دي بتبقى بالشياكه دي. انا كنت بشوفها في البودكاست بتاع مايك شكله حلو، لكن لا، ده يغير النفوس. يعني انت والله انا زمان لما انا ما رضيتش اروح، لان قلت ال6 ساعات سفر دول انا اولى في ناموس على ودني ولا في. المهم قبل ما نتكلم في اي حاجه، اوعى تنسى تدعي لاخواتك بالنصر، تدعي لابويا بالرحمه، وعزيزي الصديق اهلا بيك. طيب بسم الله. مبدئيا كده لازم تبقى عارف ان انا من النوع اللي مش بيستخدم حاجاته على انها عده او ادوات. لا انا يعني بصاحب، يعني عارف والله العظيم المايك القديم وانا بشيله دلوقتي اللي هو سلام يا صاحبي، ها هي الدنيا راح واحد جه. فالمايك ده بجد عايز اشكر تاني وتالت شركه فاي فاين، بيبعتوه حتى التغليف بتاعه. يعني اعرض لك دلوقتي الكرتونه بتاعته، حاجه جميله. بتفتح الكرتونه طبعا بتلاقي الكتالوج اللي هو كلنا بنيجي ماسكينه ورامينه، بس انا مضطر اعرضه لك كده عشان تحس ان انا محترم. بتبص بعديها بقى تلاقي الايه المايك في الوصله بتاعت التايب سي يو اس بي، وفي نفس الوقت لو عندك جهاز اكس ال ار، جهاز فانتوم بيتوصل بوصله الاكس ال ار، ده بيديك اداء عالي قوي عليها. من اكتر الحاجات اللي لفتت انتباهي في المايك الخامه مقابل السعر. يعني انتوا كلنا عارفين ان المايكات دي بيجيبوها الجماعه اللي ملناش دعوه بيهم عشان اسعار عاليه وبتاع. ده حرفيا باقل من نص السعر بتاع المايكات اللي بنشوفها. في المقابل ايه بقى؟ بيديك نفس جوده الصوت. هما ممكن يعملوا حته اقتصاديه كده، بدل ما هو مثلا ده يبقى كله معدن، لا في حتت بلاستيك، بس بلاستيك عالي الجوده برضه عشان تبقى فاهم. فهم بجد ظابطين المعادله دي قوي، مدينا خامه محترمه مقابل السعر اللي انت تدفعه فيها. ده غير ان انت لو لايف ستريمر، يعني لو بتطلع لايفات كتير وبتاع، بتقدر تستخدمه دايركت في اللايف. يعني بيشتغل معاك في اللايف عادي، اللي هو بتوصله بجهاز الكمبيوتر وبتقوم ببث بس اوعى تروح بتبث بثات زي اللي بنشوفها. اوعى تكون من شحات، اوعى، لا انت تستخدمه في بث محترم. فلو حابب تشوف حاجه زي كده او تجربه او تشتري، لو انت يوتيوبر، ممكن تدخل على اللينك في الديسكريبشن. هتلاقي لينك علي اكسبريس وامازون، هسيب لك كل لينكاتهم، حتى لينك موقع فاي فاين نفسه هتلاقيه في الديسكريبشن. يلا نشوف الفيديو معانا ايه النهارده. يا جنزيرة يا جنزيرة، وطي صوتك يا مساجده، بجد صوتك مش حلو. جايبالك مصلحة بنت حرام، بس ما فيهاش تأخير، لازم وقت. ايه وليه يا ام صوت وحش ده؟ والله تصدق بالله انت اجدع من لوشة يا جنزيرة. والله ما هو خلي بالك ده مش لوشة، دي الشخصية الجديدة، ده عمك جنزيرة بقى، فاهم؟ ما هو اصل اسماء الابطال دي لازم تتنقى على الفرازة. انت حسيت ان لوشة بقى عادي، بقينا بنتدارك لوشة ايه لا لوشة، لا المرة دي بقى جنزيرة. بس دام قال صوتها وحش، جنزيرة ده اجدع من اي حد. تعال نشوف ايه الحوار. ما انا قاعد قدامك اهو، انت بتجعري ليه؟ بخرب بيتك وترشي. اطروشي ايه يا جنزيرة؟ يا جنزيرة ده انتوا ما يتسجلكوش بمايك، ده انتوا تسجل لكم بحل نحاس. يعني هي صوتها وحش وانت كلامك اوحش يا جنزيرة. ايه المصلحة؟ تفتكر جنزيرة يعمل المصلحة دي؟ طالما فيها ألمونيا هيعملها. هيعملها ازاي وهم مسقطين مبرش؟ اتقل وانت هتاخد حاجة نظيفة. هو الكابتن بيسمع من بقه، يعني كل ما يجي يسمع حد فيهم يجي إيه ليه؟ بقول لك ايه، واحدة جات لي مشهورة قوي البيوتي سنتر عشان تعمل حاجات الحريم، الباديكير والمانيكير والحاجات دي. دخلت تاخد شاور جوه، سابت تليفونها، فتحته ودخلت عليه لقيت صور وفيديوهات ليها خاصة. بقول لك ايه، لو ساومناها بالصور والحاجات دي هنقفش منها قفش حلو. مش عارف هو بعيدا عن القصة الزبالة اللي هي قالتها، وانه ما يخشوا في ابتزاز انسانة وبتاع، بس
الناس اللي وراها رياكشناتها مريبه والله بجد. في حاجات مش مفهومه بتحصل ورا. بقول لك ايه، واحده جات لي مشهوره قوي وريني كده يا وليه الفيديوهات والصور دي بتاعتها. هات التليفون معايا، الفيديوهات والصور هنا. اوريك ايه؟ ما تلمي نفسك. ايه يا وليه يا ابو، ما عايز اشوف الصور عشان خاطر احدد الفلوس اللي هسويها. احجج الفلوس؟ امال انت فاكره ايه؟ لا ده كله الا الاخلاق مع لوسته جنزيره. هو انت فاكراها يبص عليها عشان يبص على واحده ست او فيديوهاتها وصورها؟ لا، هو عايز يبص على اساس يحدد على مدى اللي في الصور هيطلب الابتزاز بتاعه، يعني على حسب دول يساووا كام 100,000 وبتاعه. تحس ان الاخلاق هنا وقفت رقصت على السلم، لا اللي تحت شافوها ولا اللي فوق سمعوها. الوليه دي معاها فلوس؟ معاها، دي مشهوره ومعاها قد كده. انا هسومها في 500,000 جنيه، لو جم في 300 يعني. يلا على الله. على الله ازاي بقى؟ على الله في ايه بقى؟ يعني استعنتوا على الشقه بالله عشان تعملوا ايه؟ يلا على الله. قلت لك يلا على الله. وهو الله اكبر عليه الوسطى جنزيره، ما عندوش جشع التجار. قال لك يعني والله انا اكلمها في 500,000، لو جت في 300,000 يا عم ماشي، بخساره عليا بس ماشي. صباح الخير. يا صباح النور. نعم، عايز ايه؟ ايه؟ كلنا عندنا وانت ما عندكش، كلنا نعرف وانت ما تعرف. ده انتوا دمرتوا اخلاق المجرمين. يعني انا عمري في حياتي ما اتوقع ان في مجرم داخل يبتز ناس فيدخل عليهم انت ايه داخل الحضانه يا حبيبي؟ ابو محمود الميكانيكي، اخصائي ديسك وعمود فقري وتنزيل جير وماكينه، كل وداعا لالام الظهر. هي التركيبه غريبه شويه، يعني غريبه انه عم محمود الميكانيكي ولا ابو محمود الميكانيكي في الام الفقري. تعال نشوف الحوار في يلا. هي بس متعلق متشنقل. انت قلت في الاول في اللي انت كاتبه فوق كل وداعا لالام الظهر. حضرتك كل وداعا للظهر نفسه. انت نافضه كمان من دول وعمودك الفقري هيرشق في نافوخك تحت يعني. يا جماعه بصوا دي صابونه ماشي، هفتحها معاكم اهي بعيد عن اللي بيحصل. التليفون معلش ظبطت التليفون اهي الصابونه. يعني انا الوحيده اللي باكل الصابون ولا في حد تاني بياكل الصابون ولا ايه؟ لا هو اكيد لا انت ولا غيرك، يعني اكيد في حاجه غلط، يعني في حاجه مش مظبوطه. بص يا صديقي، يعني انا رحت شفت الاكونت بتاعها. انا بس استغربت في حاجه، هي كانت في الفيديو بتاع الصابونه بتقول لك ايه؟ انا الوحيده اللي باكل الصابون ولا في حد تاني بياكل الصابون ولا ايه؟ على اساس فعلا دي حاجه غريبه. انت لو بتاكلوا الصابون دي حاجه مريبه مش حاجه غريبه. بس انا لقيت الاغرب والاريب بقى. يعني بص انا هفتح التليفون معاك وهنتفرج. طب يا جماعه حد بيتحداني اكل بربور البحر وانا لقيت بربورين في بربور واحد فجربوا معاكم. مش عايزك تتفاجئ، مش عايزك تحس ان الموضوع قلق. لا دي اجمل حاجه، يعني دي الحاجه الطبيعيه تقريبا اللي بتاكلها. خد بقى. طب يا جماعه حد بيتحداني اكل المناديل وانا هجربها معاكم. اللي انا عايز اقوله لك انها هتاكلها بجد. مناديل. وبعيدا بقى عن ان لساني احمر عشان كنت لسه بجرب التنت في فيديو تاني. التنت. بص انت لما انا التنت اللي انا اعرفه في حاجه في المونتاج كده، وانا شغال في المونتاج اسمها تنت، اللي هو بقلب الشاشه ابيض واسود، حوار كده في المونتاج. اكتشفت ان التنت ده اللي هي بتاكله دي حاجه زي المونيكير والباديكير والحاجات بتاعت المكياج بقى. هي لسه واكله تنت وجايه تحلي بمناديل. ايه هو منديل؟ انا اصلا متعوده اكل المناديل عادي، مش اول مره اجربها معاكم في الفيديو. امال كنت مستغربه ليه؟ يعني اللي يشوف استغرابك انك بتاكلي صابون، يا جماعه حد زي بياكل صابون؟ يعني الموضوع يبقى صراحه مستغربه ليه لما انت واكله تنت ومتعوده تاكلي مناديل؟ اهو منديل اهو. مين ما اكلش مناديل قبل كده؟ انت حد مأجرك عليا يا بنت؟
ام حموده بتقول انت تخنت قوي. شكرا ليكي يا ام حموده. انا ما باكلش من ثلاجه ابوكي، لما اكون باكل من ثلاجه ابوكي يقولوا انت تخنتي او خسيتي. ملناش دعوه بام حموده، بس انت اصلا ما بتاكليش من ثلاجه حد ولا ثلاجه ابوك انت نفسك. انت بتاكلي طب يا جماعه حد بيقول لي جربي تاكلي معجون السنان وانا هاكله معاكم، بعيدا عن ان احنا كلنا بناكل معجون مش بناكل، بندوق معجون السنان كل يوم. انا بقى هاكله معاكم اهو بالفحم عشان محدش يقول لونه متغير ليه. مش دي يطلع، شايفين معجون سنان اهو. نعناع انتعاش، بحس بانتعاش لحد بطني. يا جماعه في حد بيتحداني اكل التنت وانا هجربه معاكم. بصوا هو ده التنت اللي عندي، يلا نجربه. بسم الله. ايه يا جماعه التحديات السهله دي؟ حد يقول لي جربي تنت، ايه التنت ده؟ اهو بصوا هو تنت. الصدى درجته حلوه. مش موضوعنا. اهو التنت. اول حاجه هو ريحته عامله شبه اللبان كده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي. هي شرقة، انا شرقت، بس هل منها ولا لا كملي. اقسم بالله ده طعمه البان، ده اكن اي حاجه بتاعت من السوبر ماركت بتاعت الاطفال دي، عارفه انا. دي اكتر حاجة هتستغربها بعد ان هي بتاكل، عشان تبقى فاهم التقييمات اللي بتديها. يعني التنت بالنسبة لها اقسم بالله طعمه البان. طب اللي بعده. طب يا جماعه في حد بيتحداني اكل الباديز بلاش وانا هاكله معاكم. بصوا ده الباديز بلاش ماشي، وفي شويه صغيرين عشان مخلصاه والله. باديز بلاش بجد مش مفيهوش اي حاجه. المهم ان انت تبقى مخلصه رش، مش اكل، دي الاهم. وهي البتاعه دي مقفوله حتى مش هعرف افتحها. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نجرب. انا قلقانه اول مره ادوق، لا الصراحه مش اول مره. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عارفين الكحول؟ مش عارفه اوصف لكم ايه، بس عارفين الكحول؟ هو طعمه شبه الكحول بس فيه نكهه البرفيوم كده اللي فيه. لا وبتسألنا عادي، فاهم؟ بتسألنا عارف انت طعم الكحول؟ طعم الكحول هو حد بياكل الكحول؟ ما حدش بياكل غيرك الكلام ده ياما. عارفين طعم طب يا جماعه حد قال لي جربي تاكلي المونوكير وانا هجربه معاكم، بعيدا عن ان انا كنت لسه اصلا مجرباه في فيديو تاني، بس الناس قعدت تقول لي صوص فراوله ومش صوص فراوله. اهو مونوكير يا جماعه، اهو. الناس مش مقتنعه باللي هي بتعمله، فاهم؟ الناس مش مصدقه اللي هي شايفاه. لا ده انت اكيد حاطه صوص فراوله وبتاكليه، جابت لهم لون تاني. اهو ريحته تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي قالت بسم الله الرحمن الرحيم؟ ده غلبت ام سماح ولا ام ساجده لما قالت على الله بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه حلو قوي. يا اكيد مش هتقول لك طعمه بنزين، لا عادي. هي تقريبا لو شربت بنزين برضه هتقول لك طعمه جوسي شويه، عادي. طب يا جماعه حد قال لي جربي تاكلي كريم الشعر وانا هجربه معاكم. بصوا هي قالت لي جربي تاكلي زيت شعر، بس انا ما عنديش زيت شعر، لقيت عندي كريم شعر. مش هضيع وقتك، هقدم لك. طعمه شبه حمام الكريم بالظبط. انا توقعت هتقول طعمه شبه اي اكل، هي اي حاجه بتتاكل، فاوكي يعني شبه حمام الكريم. فاكرين حمام الكريم كان طعمه كريمي كده، ده طعمه كريمي قوي برضه. ده انت كلتي فعلا، يعني هي كلت حمام الكريم قبل كده وكان طعمه كريمي. يعني الموضوع يعني هم اللي عندها اكيد بقى خلاص اتعودوا. طب يا جماعه
حد بيقول لي جربي تاكلي روج او المسكره، وانا جربت الروج قبل كده، فهاكل معاكم المسكره المره دي. ها يا جماعه عشان المصداقيه، بس عشان المصداقيه انا ممكن اجيب روج دلوقتي واكله قدامك واندهش، بس انا عمرو بيلا بتاع المكياج بلوجر بقى، فاهم؟ مش فيه الفود بلوجر، ده المكياج بلوجر، دي بتتذوق بس والله بجد بس. it is رومانسية، اللي احنا شايفينه ده رومانسية، ده ترند طلع للرومانسيين بيترمسنوا، فجبس مصر طبعا ترند يعني راشق راكب. وانت بتعمل فيديو ما شفتش رياكشن ومسلم وهي طالعه فوقيك، انت اصلا ما حسيتش ان الكلمه وحشه ان انا بقول لك طالعه فوقيك، بس سيبك من طالعه فوقيك، انت شفت رياكشن ومسلم؟ استحلفتك بالله دي لقطه تتحط في فيلم رومانسي ولا في فيديو رومانسي؟ دي ما يركبش عليها غير اركب الحنطو دي رجي لان الجست جالي النهارده بيكلمني بيقول لي انه حاجز معانا ومش عارفه ايه وبتاع، وبيقول لي انت شكلك عربيه، فرحت قلت له لا انا مصريه. قال لي يعني بتتكلمي عربي فانت عربيه، وراح قلب لي بيكلمني عربي، فرحت قلت له على راسي وكل حاجه، بس انا اسفه والله انا مش عربيه، انا مصريه، مع احترامي لكل العرب، مع احترامي ليهم واحد واحد وشخص شخص وبلد بلد. انا اسفه جدا لما انتوا كنتوا بترعوا الغنم تحلقوا على المعيز، وان احنا عندنا حضاره، وان احنا بنعلم العالم الطب والهندسه، فلا من غير زعل يا جماعه احنا مصريين، احنا مش عرب. الناس دي انا مش بحبها، يعني بحسهم حاجه مش طبيعيه، هو عضو فاسد في جسم انسان. احنا المصريين مش كده، احنا المصريين عرب وبنفتخر بالنسب العربي اللي احنا منه، نبي عربي، القرآن نزل باللغة العربية، فدي حاجات تشرفنا ان احنا عرب. مش فاهم يعني ايه انا مصرية. وانا لما وقلت قبل كده موضوع رعاية الاغنام ده، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرعى الاغنام، وايه كنت بتبني حضارة؟ طب خلاص انتوا كنت بتبني حضارة وهم كانوا بيرعوا غنم، النهاردة هم فين وانت فين؟ ومش هتعرفوا ترد صدقيني يعني. النوعيات دي يا جدعان لو في حد مش مصري بيتفرج عليا، مش دول مصر ومش دول المصريين، واكيد انتوا عارفين حاجة زي دي، بس لازم الواحد يأكدها للمستقبل. دول لا يمثلوا لا مصر ولا المصريين شعبا وارضا وجوا لا دي ناس كده، لا اما ملعوب في اساس افكارهم، لا هم بيبقوا قاصدين يستعبطوا اللي هو ايه هنعمل ضجه، انا بحب ايه اسير الاتنشن، فاهم؟ عايزه جدل وخلاص. فلا، مش مصريين دول. المصريين ناس كلها تقدير، في الاخر بتقول لك ايه؟ حط لايك وخليك كبير.